واش عمرك حسيتي باللي عييتي وما عرفتيش علاش؟ ماشي حيت خدمتي بزاف وماشي حيت ما نعستيش، ولكن حيت كنتي ديما كتفكري في الناس قبل راسك، كتفرحي لفرحتهم، كتقلقي على مشاكلهم، كتحاولي تكوني موجودة لأي واحد محتاجك، حتى نسيتي واحد الإنسان كان محتاجك أكثر من أي شخص آخر، هو انتي. والغريب أن المرأة ما كتنساش راسها مرة واحدة، كتنساه بشوية، كل مرة كتقول من بعد، دابا ماشي وقتي، المهم هما يكونوا مزيانين. حتى كتفيق واحد النهار وكتلقى راسها عطات الحب والوقت والطاقة للناس كاملين، وبقات هي آخر وحدة في القائمة. واحد الحاجة كنلاحظها بزاف، المرأة كتكون عارفة شنو كيحتاج كل واحد، كتعرف شكون اللي غضبان، شكون محتاج كلمة زوينة، شكون محتاج المساعدة، ولكن من كتجي لراسها كتضيع، ما كتعرف شنو محتاجة هي. حتى الراحة كتولي تأجلها، والفرحة كتولي كتنساها، والأحلام كتولي كتقول عليهم نهار نلقى الوقت. ولكن الوقت كيدوز والسنين كتدوز والإنسان كيبقى يأجل راسو. والمشكل أن العطاء حاجة زوينة، ولكن العطاء بلا حدود كيولي استنزاف، حيت حتى القلب إلا بقى غير كيعطي وما خداش وقت يرتاح كيعيا، وحتى الروح إلا بقات غير كتجري كتحتاج توقف شوية وتتنفس وتفكر في راسها. شي مرات أحسن حاجة تقدر ديرها المرأة هي ماشي أنها تعطي أكثر، ولكن أنها تهتم براسها أكثر، حيث الاهتمام بالنفس ماشي أنانية، والراحة ماشي كسل، وأنك تقولي اليوم غنفكر في راسي شوية راه ما فيهاش حتى عيب. بالعكس، كل ما كنتي مرتاحة كل ما قدرتي تعطي للناس من قلب مرتاح. أما إلا استنزفتي راسك حتى العطاء كيولي ثقيل. ودابا إذا كنتي ديما كتفكري في الناس قبل راسك، جربي اليوم تسولي سؤال بسيط، وأنا شنو الحاجة اللي محتاجاها أنا دابا؟ يمكن الجواب ديال هذا السؤال أول خطوة باش ترجعي تلقاي راسك من جديد. قبل ما نختم بغيت نقول لكل مرة كتسمعني دابا، راه ما خاصكش تكوني قوية طول الوقت، وما خاصكش تحملي هم الجميع، وما خاصكش تنساي راسك باش يرضاو عليك الناس، حيت حتى انتي عندك الحق ترتاحي، عندك الحق تفرحي، وعندك الحق تعطي راسك شوية من الحب اللي كتعطيه للآخرين. تذكري دائما الوردة ما كتزهرش لأنها كتفكر في كل الورود اللي حداها، كتزهر لأنها خدات الوقت باش تكبر. وحتى انتي خودي الوقت ديالك واهتمي براسك وما تحسيش بالذنب، حيت المرأة اللي كتعتني براسها ما كتوليش أقل عطاء، بالعكس كتولي أكثر راحة وأكثر قوة وأكثر سلاما مع النفس. والحاجة الأخيرة، ما تنسيش أن المرأة اللي مرتاحة من الداخل كتنور الحياة ديالها كاملة، أما المرأة اللي مستنزفة كتبقى كتجري بلا ما توصل. فكوني رحيمة براسك كما انتي رحيمة بالناس.